من اكتر المشاكل اللي بتواجه اي حد مستواه عالي جدا في الانجليش ممكن يوصل للنيتيف ان هو ما يكونش قادر يمارس اللغة بشكل مستمر او يومي، خصوصا لو شغل ما فيهوش تعامل بالانجليش بشكل مستمر، او ان الدايرة اللي حواليه ما بتتكلمش انجليش معاه او صحابه او قرايبه. عايزة اقول لكم وافضفض معاكم شوية ان اول بدايتنا لاي فور اول اكاديمي كانت ان احنا مش لاقيين حد نتكلم معاه انجليش، فعملنا جروب صغير وبدأنا بشكل مستمر ويومي نتكلم مع بعض انجليش، واللي النهارده بقى جروب كبير بيكم اسمه اي فور اول اكاديمي. وعشان ممارسة الانجليش من اكبر الحوافز لينا كانستراكتورز وتيتشر في اي فور اول اكاديمي، عملنا عروض خاصة جدا بسيشن الكونفرزيشن. في مشكلة صغيرة للناس اللي بتشترك معانا في الكونفرزيشن ان هما بيبقى عندهم خجل وانطواء شوية، عملنا لكم عرض خاص بسبيكر بارتنر. انت بتختار بارتنر خاص بيك لاي كورس كونفرزيشن تقدر انت وهو بس اللي تتعلموا معانا او تمارسوا معانا اللغة. وزي ما اهتمينا بالسبيكينج في كورس الكونفرزيشن، كمان اهتمينا بالكتابة وعملنا جروب واتساب زي ما منكم كتير جدا بنتكلم بيه انجليش بشكل يومي في مواضيع مختلفة، ومواضيع لو انت حابب تختارها عشان تهم شغلك بنختارها مع بعض، ولو حابين نتكلم في مواضيع يومية زي ما بنعمل في الكونفرزيشن بنتكلم مع بعض على الواتساب. وبكده نكون حلينا مشكلة السبيكينج ومشكلة الكتابة. لو حابب تطور من لغتك وتمارسها بشكل يومي معانا، اشترك دلوقتي في اي فور اول اكاديمي وخليك جزء من الجروب بتاعنا. See you later.